وزارة التربية حسمت الجدل بشأن تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس، وأكدت أنه التعطيل سيشمل المدارس اللي بها مراكز انتخابية فقط، واللي عددها تقريبا يصل إلى 9000 مركز انتخابي. يعني 9000 مدرسة راح تعطل والآخرين راح يداومون. تعرفون ليش؟ لعبوها صح. قالوا لك إذا نعطل الدوام الرسمي، هاي وجهة نظري الشخصية، إذا نعطل الدوام الرسمي بكل المدارس ما راح يبقى واحد بالعراق، كلها راح تسافر، ولا واحد يبقى، كلها راح تسافر. فخلي نحصرهم، لأن العائلة مو كلها بمدرسة واحدة، مدرسة بيها مركز انتخابي وطالب آخر بمدرسة ما بيها مركز انتخابي، فحصروكم حصرة معدلة. هسه البعض يسأل لا، مو يخافون على مستقبل التلاميذ، ليش يضيع من مستقبلهم الدراسي 7 إلى 10 أيام؟ زين، ذولا خافوا عليهم، وال9000 مدرسة اللي بها تلاميذ ذولا ما يخوفون، ذولا تحت السيطرة. فيا اخوان الاعزاء، قرار الوزارة او الحكومة بصورة عامة حتى يحصرون العالم ما تسافر، تشترك بالانتخابات ما تشترك بالانتخابات، مقاطع مؤيد، مشكلتك، المهم احنا نحصرك حصرة الذين امنوا وما تسافر.